مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. حلقة جديدة من رمضان من تاني مع أحمد يماني. هنتكلم النهاردة عن رمضان زمان. يمكن دايما نسمع الناس تقول هو رمضان بقى شكله مختلف، رمضان بقى طعمه مختلف، ما بقناش نحس برمضان زي زمان. طيب ليه ما بقناش نعمل كده؟ في رأيي يعني ان غالبا ده بسبب ان في رمضان زمان مربوط معانا بحاجات نادرة او قليلة، وكان في فترة الطفولة كمان، وبالتالي مربوط بحاجات معينة. يعني زمان مثلا كان في الجدول كده بينزل في الجورنال، القناة الأولى والقناة التانية، كان هما قناتين بس اللي شغالين، فبتلاقي مجموعة من المسلسلات المحفورة في دماغنا يعني زمان كان عم فؤاد، وزير عم فؤاد، والحاجات اللذيذة بتاعت زمان اللي كانت موجودة. وكمان بوجي وطمطم، فكنا بنتفرج على بوجي وطمطم والمغامرات اللي بتحصل في بوجي وطمطم. الطبلة ده هي على سقف ايديا عيد ميلاد القمر وعيد ميلاد القمر. بعد كده ممكن تلاقي بقى في سلاحف النينجا، كنا نتفرج على كرتون سلاحف النينجا ده بقى بعد مثلا الفطار بشويه تلاقي سلاحف النينجا شغاله نتفرج عليها. ليوناردو، مايكل انجلو، رافايلو، دوناتيلو، نينجا تورتو. شويه نلاقي باور رينجرز نقعد برضه نتفرج عليها. فهي كان في مثلا كرتونين اطفال كنا نقعد نتفرج عليهم، وفوازير معينه او فوازير، نوعين من الفوازير كنا بنتفرج عليهم، وتلاقي 3 4 مسلسلات، يعني السيرة الهلالية، الحفار. وكان بقى كمان برامج المواجهة، تلاقي حوار صريح جدا، كان تلاقي بقى ضيف جاي وحوار صريح جدا نقعد نتفرج ان هو حوار صريح ده عامل ازاي. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا. القلبي ما تخافش والخوف ما تقولش. الاعلانات ما كانتش كتيرة، وبالتالي بقى اغلب الناس طبعا ما كانش فيه نت والكلام ده كله، فكان اغلبنا بيتفرج على الحاجات في رمضان لايف كلها موجودة، وكنا نتفرج عليها في نفس الوقت. كنا نروح بقى تاني يوم اللي يروح شغله او يروح مدرسته نبدأ ان احنا نتكلم على الحاجات اللي كلنا بنكون اتفرجنا عليها، لانها بتبقى زي ما قلنا هي قناتين بس، فبتلاقي دايما لازم ان انت تكون يعني تابعت الحاجات اللي موجودة. اما بقى عن المقالب، كان زمان في الكاميرا الخفية، الله يرحمه ابراهيم ناصر، كانت موجودة. وكان بعد كده في كمان اديني عقلك، وكان دي من الحاجات اللذيذة. هحاول قدر الامكان مقطع لكم كده اجزاء وانا بتكلم في الحلقه، وهحاول اسيب لكم في الكومنتس فيديوهات الحاجات دي، عشان لو في جيل جديد كمان ما شافش الحاجات دي يشوفها. ولو حد بقى بيتفرج يبعت لنا ويقول لنا ايه الحاجات اللي زمان كان هو بيتفرج عليها وكانت مربوطه معاه بزمان، بحيث دايما نفتكر كده رمضان زمان كان عامل ازاي، وايه الحاجات اللي كانت بتبسطكم في رمضان زمان.
من قلب وروحه مصري والنيل جوا بيسري. هستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم واشوفكم في الحلقة الجاية. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.